نهني اخواتنا ونسيبنا واعضاء جمعيتنا العموميه في اختيارهم لاعضاء مجلس اداره محترم. احنا كنا مرشحين زي ما قال اخويا الدكتور ابراهيم امام، وكنا ناويين نأدي حاجه للنادي، ولكن برضه هنأديها واحنا بره، لان احنا حضراتكم تعرفوا ان انا وانا بترأس احدى الجمعيات، جمعيه الدراويش، انا طول عمري في النادي، طول عمري بخدم في النادي، بره النادي جوه النادي هو بيساوي عندي كيان النادي الاسماعيلي مش الافراد اللي فيه، ولكن انا بقول لكم الحمل تقيل واحنا معاكم، لازم نشيل معاكم. الحاج محمد ابو سعود راجل محترم، راجل له ايادي بيضاء كبيره على النادي الاسماعيلي زي ما حضراتكم برضه لكم ايادي بيضاء. انا بس ليا رجاء كاستاذ خالد او باشمهندس خالد ان احنا ندعي كل اعضاء مجالس الاداره السابقين، لانهم حاولوا على قدر ما يقدروا ان هم يقدموا حاجه. الظروف ممكن تكون ساعدتهم او ما ساعدتهمش، ولكن من حقنا عليهم ومن حقهم علينا ان هم يكونوا بينا في الفتره اللي جايه عشان نلم شمل فريق النادي الاسماعيلي والنادي الاجتماعي ده. انا بحملكم ان شاء الله واحنا معاكم بالعهد معاكم ان احنا ان شاء الله نحقق حاجه للجمعيه العموميه للنادي الاسماعيلي، ويبقى في عندنا نادي محترم، نادي اجتماعي محترم. بعدها عندنا في الكوره احنا سايبين السنه دي سنه انتقاليه والناس كلها عارفه، هنقف مع الفرقه برضه ان شاء الله. فانا بنحييكم وبنقول لكم الف مبروك وبنقول لكم سيروا على بركه الله واحنا معاكم. وانا كجمعيه درويش والدكتور ابراهيم وانا برضه يتشرفني ان انا برضه معاه في جمعيه اسماعيليه بلدي، لكن في النهايه كلنا ولاد النادي ان شاء الله وكلنا ابناء الجمعيه العموميه. شكرا.